لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني 1050 لواني كان تفسير القرآن بيروز بهم وخزمتان ومن بس رزامة رب العالمين وهيوادان بإيوي آز السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. بەڵە خۆشەویستان وەکلوانی ڕابردوش لە خزمەت دوایەتی پیرۆزەدا من کە ڕەب العالمین فەرمان بە پێغەمبەر دەکات صلی الله عليه وسلم کەسێک لە منافقین کە دەمری نوێژی لەسەر مەکە و لەسەر قەبرەکەشی مەوەستە و دوعای لۆ مەکە لەبەرەوەی کەسانێکن کوفریان بە ئەڵڵا تەعالا و پێغەمبەرەکەی کردیە صلی الله عليه وسلم و هاروها لە کاتێکدا کە مردینە بە فاسقی مردینە لە دایرەی ئیسلام هاتینە دەرێ کەواتە باس لە فسقی ئەکبەرە والله أعلم. لا تفسير سعد ضلي ومن كان كافرا ومات على ذلك كسك كافر بو ولسر كفرش مرد فما تنفعه شفاعة الشافعين إثر أو كسا تكاكاران تكاشيان لوبكن بهاناينا وفي ذلك عبرة لغيرهم وزجر ونكان لهم كواتا أوشتاوكو غير وانيش كاتك وكافريك دمري مسلمان نابنوز لسركتاوكو أواني كزندينة أهانج عبرتي لوربقرن وهكذا كل من علم منه الكفر والنفاق فإنه لا يصلى عليه بل كواتا هر كسك زاندراك وكافرة ياخذ منافقة نهب نوجل سر بكري. وفي هذه الآية دليل على مشروعية الصلاة على المؤمنين لمقابل ده أو آتر بلقي لسروك مشروعة بلكو يك لحق مسلمان لسر يكتري نوێژ لەسەر یەکتری بکەن کاتێکەوە دەمرن والوقوف عند قبورهم للدعاء لهم وەسەر قەبرەکەیان لە کاتی ناشتنیان لە دواتریش ئەگەر گونجا مهم لە کاتی ناشتنیشان دوعایان لۆ بکرێ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في المؤمنين هەروەکو پێیان صلی الله عليه وسلم لەگەڵ ئیمانداران ئامادە دەبوو لە ناشتنیان و دوعای لۆ دەکردن فإن تقييد النهي بالمنافقين يدل على أنه قد كان متقررا في المؤمنين. کاتێکەوە دەفەرمێن لە منافقەکان نوێژیان لەسەر مەکە واتە ئەوە بەڵگەیە لەسەرکەوە لە بۆ ئیمانداران دەبی نوێژیان لەسەر بکرێ و دوعایان لۆ بکرێ. ثم بين پاشان لە مەجموعی فتاوا دەڵێ من كان مظهرا للإسلام كسيك ظاهرا إسلامتي بيو ديارة فإنه تجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة أحكام الإسلام الظاهرة ظاهرا كسك بمسلمان نشان دادا أحكام إسلامي لسر جيب ذكري ولا تعاملوها السكول قلي لو كوا من المناكحة والموارثة وكوا جني ددريته جني اللي دخوازري وهو الميراد ورقرتن كسك مسلمان بميراد وردقريو ميراتي توزع ذكري وتغسيله والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين وهروها لكاتي مردين دشوري نويجي لسر دكري لا قبرستان مسلمانانيش دنيجري. لكن من علم منه النفاق والزندقة ألم كسك زاندرا أو كسا أعمال كردوكان منافقان زنديقة درس ولدين فإنه لا يجوز لمن علم ذلك منه الصلاة عليه كسك زاني فلانكز أو صفاتاني نفاق وزندقيت ده ناكري بتنويجي لسر بكا وإن كان مظهرا للإسلام أجرتي الظاهر شخوي مسلمان الشام ده بلام أو واتك فلانكز دزاني أو كس صفات نفاق صفات الزندقيت ده ناب بتنويجي لسر بكا فإن الله نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين والخواي قول سبحانه وتعالى پیغمبرەکەی قەدەغە کرد لەوەی کەوا بچی نوێژ لەسەر
كسانش منافق بأبو آية فكل من لم يعلم منه النفاق وهو مسلم كواتا هر كسك اگر نفاقي لنبي اندرابو مسلمان بو يجوز الاستغفار له والصلاة عليه جائزة استواي لخوشبوني لبوبكي ونجد سبكي بل يشرع ذلك ويؤمر به بالكو نكر جائزة بالكو تشريع كرا واتل الشريعات واردة وفرماني شبكرا وخواهي فرمي واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات داوای لە خۆش بووم کە لە بۆ گوناهکانی خۆت وهروە لە بۆ ئیماندارانی پیا و ئافرەت. لە تەفسیر محەڕەر دەڵێ ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا یان وماتوا وهم فاسقون ماته وماتوا هەردووچیان بەصيغەی فعلی ماضی هاتیە بمعنى المستقبل بەڵام خۆی گەورە باز لە کەسانی کە هێشتا زیندینە نەمردین دەفەرمێ کە مردن نوێژیان لەسەر مەکە بەصيغەی فعلی ماضی هاتیە و بستيش معناه مستقبله وإنما قيل مات وماتوا بلفظ الماضي والمعنى على الاستقبال على تقدير الكون والوجود لأنه كان موجود لا محالة كاتلو يدفرمي بصيغة ماضي هنا تؤجر معناه استقبال جدا بخشي لبل أوي مردني منافق وغير منافقيش كائن لا محالة حد ما زال كدانه حد ما زال كدانه هموي هردبي بمري لو بصيغة ماضي باسكرا فموتهم غير موجود في حال تكن ولا قبله كواتا لبا لا كاتك أدى بزيش تبازنا منافقان كيشتا زندينة بلام لو دفرمي مات وماتوا لبر أوي لبو تحقيق مدنكي كواهيز مازال تدانية بالتأكيد دمرن باشا وكل قاسمي ثم بين تعالى أن دوام غضبه عليهم لا ينافي إعطاءهم الأموال والأولاد إذا كاتك أخوي يقولوا آتان باز لغضبي خوي ذيك برامر منافقة كان معنى أونية أخوي يقولوا كغضبي لسر كس غضبي لكس كرتبي معنى خوش يكاني دنيا لماله من دار بين بخشي نا وكو لآتوات دفرمي أو ماله من ذلك أخوي يقولوا بين بخشي ولا تعجبك أموالهم وأولادهم السرسامة بابو ماله من ذلك أخوي يقولوا بين بخشيه إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا إنما لبو حصرة الله تعالى لبهيشتك بأن بخشة تنهال بويكوا هل دنيايش بو مالو من ذلك وظاهر النعمة بلام لحق وان نقمة لبويكوا بي عذاب بدرين وتزهق أنفسهم وهم كافرون ولكاتك هذا مرن وأن بكافري دمرن ابن عاشور دله مناسبة أو آت لقلب بيشوي خوي لما ذكر الله تعالى ما يدل على شقاوة المنافقين في الحياة الآخرة كاتك أخوي جورة لا كان بيشو ترباسي لوكر كوا منافق كان زور بدبخت لآخرة كان ذلك قد يثير في نفوس الناس أن المنافقين حصلوا سعادة الحياة الدنيا لو أنا كسك بخيال داد باش أخو منافق كان تمشادك زور زاران لخوشيكان جيان دنيا بيبخشرا لمال ولا مندال با لآخرة خسار الملام لدنيا بيان بخشرايا وربما كان في ذلك حيرة لبعض المسلمين أن يقولوا ولو أنا عندك مسلمانا محير بي بلي كيف من الله عليه بالأموال والأولاد وهم أعداؤه وبغضاء نبيه باشا الخوي يقول له بيان دبخش لكاتك داوان دجمني إخوانا أوان رقيان البيغمبر كيف بتو صلى الله عليه وسلم كو خواي يقول أشتاني بيد بخشي وربما كان في ذلك أيضا مسلات لهم بين المسلمين يعني وكد النوايا كالنيوان مسلمانان كوات اللبو منافقة كان وكأنما يعني خواي يقول له بياني بخشية فأعلم الله المسلمين أيتر الله تعالى مسلمانان أقادار ذكرت أن تلك الأموال والأولاد وإن كانت في صورة النعمة أجر أو مال من دار ظاهرا لسر شوازي نعمتك بيان بخشرا فهي لهم نقمة وعذاب بلان ببوان هل دنياش معي عذاب وغضب لبوان وأن الله عذبهم بها في الدنيا بلكو بو مال من دار إخوة يقول عذاب ينددا ولا تعجبك أموالهم وأولادهم أي ولا تستحسن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أموال المنافقين وأولادهم مما أنعمنا عليهم استدراجا لهم توكل محرر ضلي باش نيت بيش ساود يا رسول الله أو مال من ذلك خوي قالوا منافقة كان بخشية لبرو استدراج زلوش الكردنة لبويان
ئەبی سعود دەڵێ کاتێک کە لێرەدا خوای گەورە فەرمووی ئەموالی لە پێش ئەولاد باس کردیە حکمەتەکەی چییە؟ مع كونهم أعز منها ظاهرا منداڵ عزیزترە لە ماڵی لەبەرچی مالی بە پێش ئەولادی خستە إما لعموم مسيس الحاجة إليها بحسب الذات وبحسب الأفراد والأوقات يعني لبر أوية چونکە ئینسان زۆر محتاجە بە ماڵ هەم لە بۆ خۆی هەم لە بۆ با بڵێن بە جەماعی و هەروها حسب هەموو وەختەکان فإن مما لا بد منه لكل أحد من الآباء والأمهات والأولاد في كل وقت وحين لەبەر ئەوەی کەوا ماڵ زۆر پێویستە بە داک و باب لۆ منداڵ لۆ هەمووان لە هەموو کاتێکیدا پێویست پێ دەبی حتى إن من له أولاد ولا مال له فهو وأولاد في ضيق ونكال لەبەرەوەی کەسێک کەوا ماڵی دنیای نەبیتەن ئەگە منداڵیش هەبی هەر لە زایقەت و لە ناخۆشیدا وأما الأولاد فإنما يرغب فيهم من بلغ مبلغ الأبوة بەڵام ئەولاد زیاتر کاتێک کەوا زیاتر ئینسان دەبیتە با بڵێن وەکو ژن دەینی و کە گەیشتە مەبلەغێکەوە حەزی لێ بتە باب ئەوجا حەز لێ منداڵی بەڵام لە هەموو کاتێکدا ئینسان حەزی لێ ماڵی هەبی بەڵام لە هەموو کاتێک حەز لێنێ منداڵ بی کە ئیلا کاتێکەوە دەبیە باب کاتێکەوە هاوسەرگیری دەکەی و هەز دەکەیت تەمەنێکت هەیە ئەوجا پێت خۆشە منداڵیش هەبی بەڵام ماڵەکە لە هەموو کاتێک حەزت لێ هەدبی و پێت خۆشە ئالوسی دەڵێ وەقیلە لیەنە ئەقدەم في الوجود منهم ئالوسی دێ لەبەرەوەی بەڕاستی ماڵ لە پێش منداڵ واتە یەکەم جار ماڵت هەیە ئەوجا دوایش منداڵ دەبی ئیتر بە هەر حاڵ خوای گەورە ماڵی بە پێش منداڵ خستیە إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا أي إنما يريد الله أن يعذب المنافقين بأموالهم وأولادهم في حياتهم الدنيا الله تعالى أو مال منداڵ پێ بەخشینە تاوەکو لە دنیاشدا سزای پێ بخۆن عذاب بدرێن بەو ماڵ و منداڵێ بەچی بالهموم والغموم ئەنواعی هەمیان دەکەوتە بەر ئەنواعی غەمیان دێتە پێشێ بەو ماڵ و منداڵەی بأخذ الزكاة منهم يعني یەک لە خەمەکانیان ئەوەی کەوا زەکات لە ماڵەکانیان دەردەچی ئەوان خەفەت پێ دەخۆن وربما ألزموا بالإنفاق فيه نەکە بێزگە لە زەکاتیش لەوانەیە ملزم دەکرێن ئەگەر دەسەڵاتی ئیسلامی هەندێک جار کەسی دەوڵەمەند بێجگە لە زەکاتیش ملزم دەکرێت کەوا مادەم پێویستە مەجاعەتێکە شتێکە پێویستە غەیری زەکاتیش دەربکەیت ئەوە دەبێتە خەم لە بۆی وبما يعتري أموالهم وأولادهم من مصائب وتعب في جميع الأموال ووجل في حفظها وخوف من زوالها ئیتر زۆر جارانج ماڵ و منداڵ چەندین موسیبەتی بەسەردادێ تووشی چەندین ماندیبوون دێ لە کاتی جەماکردنی ئەو ماڵی و هەروەها دەترسێی لەو کاتێکەوە حفظی دەکەیت ترسی ئەوە تێکەوە لە دەستت بچی ئیتر ئەو هەمووی خەم و خەفەتە مای خۆشی نییە دەبتە مای عەزاب لە بۆیان وتزهق أنفسهم وهم كافرون أي ويريد الله أن تخرج أرواح المنافقين من أجسادهم وهم مقيمون على كفرهم الله تعالى ویستی لە بۆ منافقەکان ئەوەیە کە کەسێک منافقە و ڕۆچۆ لەسەر نیفاقەکە خۆش تەوبە ناکە الله تعالاش ویستی لەسەر ئەوان ئەوەیەکەوە ئەوانە لە کاتێکدا کە ڕوح لە لاشیان زیادە بیتەوە بە کافری بمرن ڕازی دەڵێ تقدم نظيره في السورة کاتە لە پێشەوەش چەند ئاەتی پێشەوە عینی خوای گەورە ئەو ئاتەی باس کرد بەڵام بە اختلاف هەندێک لە ئەلفاظەکان لێرە کە عادە بوویتەوە ئەو حقەتە لأن أشد الأشياء جذبا للقلوب وجلبا للخواطر إلى الاشتغال بالدنيا هو الاشتغال بالأموال والأولاد وروي زياتر شتێکەوە دڵی ئینسانی پێ مەشغول بی و فکری ڕابچێشیتن زیاتر خەریک بوونە بە دنیا و خەریک بوون بە ماڵ و منداڵ وما كان كذلك يجب التحذير عنه مرة بعد أخرى لو شتێکەوە زۆر جێگای سەرنج بی و عادەتەن دڵەکان زۆر پێی پەیوەست بی وەکو ماڵ و منداڵ لێ پێویستە جار لە دوای جار خوای گەورە ئاگادارمان بکاتەوە وەکو ئیبن عەتیەش دەڵێ وقيل وجه تكريرها تأكيد هذا المعنى وإيضاحه کاتە دەڵێ لێ تأكيد کرێتەوە بابرين پێویستە دووبارە بکرێتەوە و ڕوون بکرێتەوە لأن الناس كانوا يفتنون بصلاح حال المنافقين في دنياهم بەڕاستی خەڵکی تووشی فتنە دەبوون کە دەیاندید منافقەکان ئەو هەموو خۆشیان پێ بەخشرا
خواهي تأكيد دكاتو أولا بو عذاب لبوان لبو خوشينية. أبي حيان دلي وقيل أعيد ذلك لأن تجدد النزول له شأن في تقرير ما نزل له وتأكيده، وإراد أن يكون على بال من المخاطب لا ينسى ولا يسهو عنه. كتأكيد دكاتو تاوكو أو حق تلفي الساود بلبير نكي، وأن يعتقد أن العمل به مهم يفتقر إلى فضل عناية لا سيما إذا تراخى ما بين النزولين، فأشبه الشيء الذي أهم صاحبه ويرجع إليه في أثناء حديثه ويتخلص إليه، وإنما أعيد هذا المعنى لقوته فيما يجب أن يحذر. كشتك مهم در الإنسان كقصان دكا ولله المثل الأعلى، كإنسان قصد كشتك مهم بيجار بزار دقرته وسري لبوي كوا مخاطب أو كوا قصير قال دكا آجادار بي كوا أو موضوع زور زور ولله المثل الأعلى كوا أو قضية زور جرينجا وزور يشيش لخلشي ضلي بيوست بمعلوم دال وزورش لخلشي بي سير لبتسي أو منافقة أو كافر خواي جور عند بي بخش خواي جورا ده فرم لبو عذابه. لا إغاثة اللهفان ابن القيم دل إن طلاب الدنيا ممحبية ومؤثرية على الآخرة. أواني كوا داوهي دنيا دكان أواني دنيا خوش دي ودنيا هالبجاردية لسر آخرة يعذبون بها. أوي دنيا هالبجاردية لسر آخرة خواي جور ودك كوا بو دنيا كأو هالبجاردية في عذاب بدري، فهم معذبون بالحرص على تحصيلها. كوات عذاب دخوا حتى أكو بدست ديني والتعب العظيم في جمعها زور ما دي بهتا كوي دكاتوا، ومقاسات أنواع المشاق في ذلك أنواع مشقة دشيشي تاكو كوي دكاتوا، فلا تجد أتعب ممن الدنيا أكبر همه. تمشاهد كأو كسيكوا دنيا خميتي لهم كسيك ما دي ترى، وهو حريص بجهده على تحصيلها زور حريص لسركوا كوي بكاتوا، وهذا هو معنى تعذيبهم بها. وتكوات معنى عذابك أو كوا زور حريص وزور ما عندي وزور لمشقة ذاتها كوي دكاتوا. ومن أبلغ العذاب في الدنيا تشتيت الشمل وتفرق القلوب، وكون الفقر تصيب عيني العبد لا يفارقه. سبحان الله. يعني تمشاهدك أوزا لقال أو كوكر مالي دنيا تمشاهدك أوزا أموري دنيا هم برتو بلاوة ضلي مرتاحنية فقيري لنيو توانيتي لبيش ساويتي أقرتي هم دنياش إيوي بيتن، ولولا سكرة عشاق الدنيا بحبها لاستغاثوا من هذا العذاب. أقل برئوني بأن سرخوش بوينة أواني عاشق الدنيا سرخوش بوينة بخوش ويستي الدنياك أو هاواريان لي هالدستا لو مشقتك لدس دنيا ديبينا. فمحب الدنيا لا ينفك من ثلاث كوا تأوي كوا دنيا خوش دوي لسي شد زيانابته هم لازم زور خميتي دائما، وتعب دائم زور ماندية، وحسرة لا تنقضي دائما حسرتي ذات شيء كواتاو ناوي لبرو هرسندي هبي زياتر تساوي ليه بي ببخشره اترخواي جورش قناعتي بينا بخشيتن لو خمو خافة دمينيو لنا كاوتش هرهمو يبزيدي لي خابنا من ده. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.